عمرك شفتي فهد في الغابة يجري وراء أرنب ومن بعد فجأة هاك يحبس في نص الطريق؟ علاش؟ لأنه خاف من الحيوانات وش يقولوا عليه. عمرك شفتي صقر يهبط لك للأرض ويولي ياكل في التراب؟ علاش؟ لمجرد انه الطيور هذوك الصغار خلاص انتقذوا الارتفاع تاعو وقالوا شاوني يطير عالي بزاف. مستحيل. علاش؟ لانه هاد الحيوانات عندهم حاجه اسمها السياده الفطريه. بصح انتي الانسان اللي كرم ربي، شحال من مره حبستي بروجي قد يكون حتى مشروع حياتك لانه واحد فاشل قال لك ما كيش رايحه تنجحي. شحال من مره بلعتي هضره وقبلتي اهانه لمجرد انك خفتي تخسري غاشي ولا تخسري عباد ما يسواوش. شوفي الحقيقه اللي توجع اليوم انه انتي ما كيش عايشه، انتي راكي ديري في رد فعل للحياه. بمعنى راكي كيما ديك الورقه اللي طايره في السماء، وين دها الريح تروح، يديها غوش تروح، يديها دغوات تروح. دونك سمعيني مليح، ال15 مينوت هذه ان شاء الله قادره تكون اخطر 15 دقيقه في حياتك ولا في عامك هذا الكل. راح نعطيك فيها 3 قوانين صارمه للسياده مايند سيت، وفي الدقيقه ان شاء الله 13 راح نكشف لك على تمرين ال60 ثانيه اللي يروح اقوى قاده العالم باش يطفيوا الخوف في دقيقه ويسترجعوا ان شاء الله السيطره تاعهم. اذا راكي حابه صح تكملي حياتك ضحيه اخرجي دبري راسك، اما اذا حابه تدي السياده فمرحبا بك. اول حاجه خلاص كاينه واحده العباره تعجبني، يقولك اذا لم تقم ببرمجه نفسك فسيقوم العالم ببرمجتك نيابه عنك. بمعنى انه انت اذا النهار اللي تنوضي فيه الصباح وما عندكش خطه واضحه لنهارك، مثلا ما على بالكش كيفاش نهارك راح يكون، ما عندكش خطه واضحه وش حابه تديري بالوعي تاعك بالطاقه تاعك، عقلك مبرمج تلقائيا باش يستقبل الطاقه تاع ناس اخرين. يعني تلقاي تليفونك يصوني، تشوفي خبر عيان فيسبوك، تتقلقي، تخرجي للكارتي ولا ندير شوشيه، واحد يكوبي عليك، واحد تلقاه في طريق مش با يضرب فيك بطوموبيل، واحد يسب، واحد يلعن، واحد تدخلي للخدمه، المسؤول تاعك يرمي لك كلمه هكا من ومن، تحسي بالرخص. دونك انتي واش راكي ديري هنا؟ راكي تمدي في التيليكوموند، في التيليكوموند تاع المشاعر تاعك الناس واحد اخرين وغراتويتمون. يعني وش هي النتيجه هنا؟ في الاخر النهار تلقي روحك طفيانه عيانه ميته، ما عندكش طاقه حتى باش تهضري مع، ما نقولكش داركم، ما عندكش حتى طاقه انك تهضري مع روحك. شوفي السياده ماشي لقطه ديريها قدام الناس باش تباني واو واعره، نو، السياده هي المعركه اللوجيكيه يا اخي اللي تصرى في العقل تاعك في اللحظه اللي يظلمك فيها بالك العالم الكل، وتختار انت كيفاش تردي مش كيفاش هما حابينك تردي. هذا القانون الاول. القانون الثاني وهو نسميه انا قانون الذهب والتراب. كاين قانون ثابت في هذا المايند سيت لازم تحفريه في راسك. شوف الذهب ما يتبدلش حسب التراب اللي طاح فيه، صح ولا لا؟ يعني لو كان نجيب دوك انا خاتم، هاو خاتم ذهب صافي، ونروح نرميه انا في وسط مزبله حشاكم يا اخي، ونخليه تم، خلينا نقولوا عام كامل، لمده عام كامل، كي تولي ليه وتغسليه وش يصرالو؟ يا اخي يبقى ذهب، قيمته ما تنقصش، واللمعان تاعو هذاك ما يطفاش. بزاف منا طاحوا في بيئات سامه، في وسط ناس يحاولوا يكسروهم، ناس يحبوا يفشلوكم ولا يشوفوكم ديما صغار، علاش؟ باش هما يبانوا كبار. فبديتيو نتوما تصدقوا باللي نتوما مش قادرين وباللي قيمتكم طاحت. دونك هذا اكبر خطا حبيبتي. ما كاينش، شوفي قيمتك الداخل راهي ثابته، باسكو عليه ربي سبحانه خلقك انت في احسن تقويم، عطاك خلينا نقول عقل جبار. المشكله وين؟ انك انت نسيتي بلي انت ذهب، نسيتي القضيه هذه وبديتي تتصرفي على اساس انت تراب. نسيتي بلي ذهب وليتي تتصرفي كانك انت هو التراب. شوفي نهار تقرري تبني عقليه سياده مايند سيت،
راح تفهمي بلي كلام الناس عليك هو عباره على وشي انعكاس للعقد تاعهم هما، ماشي الحقيقه تاعك. يعني كي يقولك واحد او انت نية ماكيش واعره انت، دونك هو راه قاعد يقول انا ما قدرتش نكون واعره، فماذا بيا انت تاني ما تكونيش واعره. فهمتيها؟ يعني نكونوا لوجيك شوي. علاش تسمعي لشخص فاشل؟ علاش تسمعي لشخص فاشل؟ باش تكوني كيفه. النقطة الثالثة وهي الهندسة النفسية. شوفي بكينا بزاف، تفلسفنا بزاف، اعطيني عقلك برك المنطقي شويه، داك البارد يا اخي، وهاي نوضو نخدمو. بمعنى كيفاش نبني انا هاد السياده في 3 خطوات صارمه. الحاجه الاولى خلاص اني نروح نصفي القائمه. وش معناها تصفيه القائمه؟ نروح نصفي القائمه يعني نقعد مع روحي انا ليله يا اخي، ولا العشيه ولا هزي هكا، شوفي هزي لي قهوتك، ولا ديري ليستا تاع كامل الناس اللي قاعدين يدوروا بيك. باسكو علاه انت راكي معدل تاقرب 5 عباد ليك. اذا كانوا الخمسه هادو كامل دايرين بيك نهارهم يشكيو فاشلين يسناو في الدوله تمدلهم، فانتي ديريكتومون راح تكوني السادسه تاعهم. دونك صفي المحيط تاعك بدون عواطف. شوفي السياده ما فيهاش خلوها يما رحميني، كانش عندك هنا نصفي القائمه، نحط الاعداد انا اللي دايرين بيا ونخير هادي وي هادي نو هادي وي هادي نو، بالعقل المنطقي بالعقل اللوجيكي تاعك. دو اتقان لغه الصمت. كي نقول صمت استراتيجي، مش كل من يعوي لك كلب انا في الكارطي نحبس ونرمي عليه بالحجر، ما راحش نوصل هيك، صح ولا لا؟ كاين ناس يستفزوك غير باش يديو منك طاقه. دونك يجي واحد انتي ولا واحده ما بيش تحب تدخل معاك في جدال بزنطي تافه ما عنده حتى معنى، شوفي فيها تبسمي بكل برود وامشي. سكوتك هنا هو فديك اللحظه شوفي ماهوش خوف، والله مو خوف. سكوتك راهو عباره على كأن قاعده تعلني باللي وقتك طاقتك غاليين بزاف باش طيهم. علاش؟ على ما نقولش شخص وانما على نكره. 3 وهو الانضباط الحديدي. كي نقول انضباط حديدي هنا لازمني انا لا ديسيبلين، لازم لا ديسيبلين. شوفي الانسانه السيده هي اللي تمشي رغباتها، مش رغباتها اللي تمشيها. يعني كي تقولي غدوه نوض على 5 الصباح باش نخدم على بروجي تاعي، تنوضي على 5 حبيبتي. كي تقولي نوض على 4 تنوضي على 4. يعني كي صوني الغيفي طفيه وتولي ترقدي. هذه سياده. دونك هذه انسانه عبده للكسل تاعها. السياده تتبنى وين؟ في التفاصيل الصغيره خاصه كل يوم.